السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل تورتة تحفة، تورتة فاكهة في أكبر صينية مستطيلة. هنحط في العجان بتاعنا 750 جرام دقيق اسبونج، 9 بيضات، معلقتين محسن جل صغيرين، كوباية إلا ربع مية، ونضربهم في العجان لحد ما يدينا قوام زي قوام الكريم شانتيه. وبعد كده نحط في الصينية، نفرش ورق اسبونج أو ورق حواوشي، أو زي ما بتسميه عندك، ونحطه في الفرن. بتقعد حوالي ساعة ساعة إلا حاجات بسيطة. حصلت مشكلة معايا وأنا بسوي الصينية دي، زي ما انتوا شايفين طلعت الطبقة اللي فوق كلها طرية، فطبعا مش هينفع ان انا استخدمها. فكان في حد طالب مني تورته، يعني المفروض ان انا هسلمها تاني يوم. فطبعا يعني هستخدم السبونج بتاعها، اكمل بيه الطبقه اللي ناقصه دي. يعني هعمل طبقه من السبونج التاني. زي ما انتم شايفين سبونج طري جدا، بس كانت هشه وجميله وعجبت الناس، بسم الله ما شاء الله، كان طعمها تحفه. زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا حاطه الكريمه الشوكولاته والكريمه البيضه ازاي اسمها كده زي المثلث، عشان انا عايزه ازينها كده. يعني اخلي الجزء الشوكولاته ناحيه الناحيه المثلث كده زي ما انتم شايفين، والفاكهه برضو يبقى شكلها كده. عملنا كده اول طبق معانا. يعني في حد كان قال لي انت بتحطي كريمه كتير جدا. لا، انا مش بحط كريمه كتير ولا حاجه. هو ده المقدار الطبيعي للكيك بتاعي. عشان حتى لما تيجي تقطعي كده القطعة من التورتة او الجاتو، وتحسي ان هو يعني فيه كريمة. دي تاني طبقة. طبعا زي ما قلت لكم، السبونج ما طلعش معايا 3 طبقات، عشان المشكلة ان حصلت ان البوتاجاز وطي، كانت الانبوبة بتفضى. فعشان كده طلع طبقتين، والتالتة ما كانتش كويسة. بكمل كده بالكيك عادي خالص، الكريمة هتداري ده كله. المهم ان انا اعمل التورتة بتاعتي 3 طبقات زي ما انا متعودة اطلعها. عاملين ايه يا حبايبي؟ لو وصلتوا لحد هنا، انزلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس، وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. وزي ما قلنا كتير يا حبايبي، احنا في شهر رجب، والشهر ده يصب فيه الخير صبا. فادعوا ربنا كتير يحقق لكم اللي نفسكم فيه يا رب، وربنا يشفي كل مريض، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب، ويحقق لكل واحد اللي نفسه فيه. وداوموا يا حبايبي على قراءة الأذكار من بعد الفجر وبعد العصر، دايما كده تحصنوا نفسكم وتحصنوا أولادكم. واعملوا لكم كده ورد في اليوم، كل يوم كده تقرأوا جزء من القرآن. حتى لو انت مش قادرة تقرأي جزء، اقرأي حزب، اقرأي سورة، اقرأي صفحة حتى. المهم يعني ما تهجريش القرآن أبدا، واقرأي لك كل يوم حتى ولو آيتين كده قبل ما تنامي، أو في أي وقت في النهار انت حاسة ان انت فاضية. امسكي المصحف واقرأي. اوعي 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 تهجري القرآن. والحمد لله دلوقتي في جروبات كتير قوي بتساعد على قراءة القرآن. يعني بتبقى مجموعات، كل مجموعة بتختم المصحف في يوم. والحمد لله أنا مشتركة في المجموعة دي. كل يوم ليا جزء بقرأه، ومداومة عليه الحمد لله بقالي كام سنة. ودي نعمة من عند ربنا، وربنا ما يحرمناش منها أبدا يا رب. فبالله عليكم يا حبايب قلبي، اعملوا لكم كل يوم ورد، اقرأوا كده حزب، جزء، صفحتين، اي حاجة. المهم ان انت ما تهجريش القرآن. ودايما كده صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودومي على الأذكار، عشان حياتك كده تبقى مليانة بالخير والبركة، وربنا يحفظ لكم أولادكم، وربنا يرزقكم يا رب. زي ما احنا شايفين كده خلصنا ال3 طبقات بتوعنا. بنساوي كده التورته بتاعتنا عشان خاطر ما تدوخناش في التجليس. اي زيادات بتبقى موجوده بتاخد كريمه كتير وبتغلف في التجليس. بظبط هنا التورته بتاعتي على القاعده، بجيبها في نص القاعده عشان اعرف اجلسها كويس. التورته دي يا حبايب قلبي صاحبتها بعتت لي وقالت لي انها عايزه تورته نص شوكولاته ونص فاكهه. فانا قلت لها ان التورت الفاكهه بتزيد 20 جنيه. وده طبعا كان غباء مني، انا بقالي كتير كتير جدا ما اشتريتش فاكهه.
ونزلت يا جماعة عشان اشتري الفاكهة، لقيت الاسعار يعني التفاح ب75 جنيه، والفراولة مش عارفة لقيتها بكام. فاتصدمت، وانا كده كده كنت متفقة مع صاحبة التورتة. يعني نصيحة مني لأي واحدة: ما تتفقيش على حاجة غير لما يعني يعني قولي لها مثلا انا هنزل اجيب الفاكهة الاول وبعدين اقولك ايه الزيادة اللي انا هحطها على التورتة تمن الفاكهة. ما تعمليش زيي، لان انا كده انا جبت فاكهة بحوالي 50 جنيه، وطبعا ما عرفتش ان انا اقول لها تزود على 20 جنيه اللي انا قلت لها، لان هي كده خلاص عملت حسابها انها تزود 20 جنيه وخلاص. لكن للاسف انا دفعت من جيبي كده فلوس. فيا حبايب قلبي بعد كده يعني زودي انتي على تورتة الفاكهة 50 جنيه، مفيش حاجة اسمها 20 جنيه. انا جايبة تفاحية بس والله ب23 جنيه، فمفيش حاجة اسمها 20 جنيه دلوقتي يعني. زودي انتي على تورتة الفاكهة دي 50 جنيه، وان شاء الله بعد كده الواحد يعرف، لان انا بقالي كتير ما عملتش تورت فاكهة، فعشان كده انا ما كنتش عارفة السعر بالظبط. لكن الحمد لله الواحد ما بيتعلمش ببلاش. بعد كده تورتة الفاكهة ازود عليها 50 جنيه ان شاء الله بإذن الله يعني. بس هي بصراحة طلعت في الآخر تحفة وحلوة قوي. الفاكهة طبعا اديتها شكل. واحنا دايما في الشتاء بنحب نعمل تورت الفاكهة دي، انما في الصيف ما بنحبهاش لان هي في الصيف ما بتستحملش. لكن في الشتاء فاكهة الشتاء كلها حلوة. خلصنا كده تجليس، هنبتدي بقى نساوي التورتة بتاعتنا. الواحد يا جماعة كل ما بيشتغل كل ما بيتعلم، يعني لازم التعليم يجي كده بشوية خسارة، ما يجراش حاجة اما تخسري، بس قصاد الخسارة دي انت بتتعلمي حاجة. فما تزعليش على اي خسارة بتحصل. الخسارة دي في يوم من الايام ان شاء الله قدام بتتحول مكسب، لانك بتبقي خدتي معلومة وعرفتي حاجة. طبعا هنا بعد ما حطينا التورته في التلاجة شويه ساعتين كده ولا حاجه. يعني انا اول ما صحيت من النوم عملتها وحطيتها في التلاجة وشفت ورايا ايه. روقت مطبخي، عملت اكلي، وبعد كده جبتها اكمل شغل عليها. صاحبة التورته دي كانت عايزاها العصر، وما كانش في ورايا غيرها في اليوم ده يعني. ففعلا خلصتها بدري. وده كان كانتالوب برضو جبته عشان يديني الوان كده مع التفاح والفراولة. فعلا خلى التورته شكلها حلو قوي. ودي فراولة انا مقطعاها شرايح. اظن ده كل تقطيعه سهل يعني. وتسويها كده. الناحية الفانيليا حطينا عليها الفاكهة زي ما انتوا شايفين. وارجع اقول التزيين ده بتاعك انتي، ابدعي فيه واعملي فيه اللي انتي عايزاه. وطبعا لما بيبقى فيه مانجا بنحط المانجا. المانجا بتبقى حلوة قوي قوي، ومع مع الفانيليا. عملت انا هنا خط في النص عشان كنت نسيت، عشان اقسم بين الشوكولاتة والكريمة. عملتها بمربى حليب. التورته دي كانت متكلفه قوي، وكان شكلها حلو قوي قوي قوي. عجبت ناس كتير. اول ما نزلتها على الجروب بسم الله ما شاء الله عجبت ناس كتير قوي. عملنا كده صف فراوله وصف كانتالوب. وادي التفاحيه ام 23 جنيه، تفاحه واحده ب23 جنيه. هبتدي برضو اقطعها شرايح كده. هوريكم ازاي. المهم تبقى شرايح رفيعه كده. وطبعا على قد ما تقدري تبقى ايدك سريعه، لان التفاح ده بيسود بسرعه جدا. فانتي تسرعي ايدك كده وتخفي ايدك عشان تخلصي. زي ما احنا شايفين كده انا قطعتها شرايح، وعاملها كده بالطول بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. الفيديو موضح كل حاجة. وعملت اللي هو ده بيعتبر ربع تفاحة كده، بتاخديه وبتعملي الشكل اللي هو بتاع الوزة ده. لو عايزين تعرفوا بيتعمل ازاي بقولوا لي في الكومنتات وانا اعمله لكم. هو سهل جدا وبيدي شكل للتورته حلو قوي. وهجيب فراولايه هقطعها كده زي فراشة كده. تحفة 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 بسم الله ما شاء الله. خدت كمية فاكهة، بس هي التورته كبيرة. ولازم تحطي جيل التلميع ده، يا اما على السخن يا اما على البارد. ده بيبقى على البارد. جيل التلميع اللي بنلمع بيه الفاكهه زي ما انتم شايفين. بيحافظ عليها، بتفضل وقت كتير ما بيجرالهاش حاجه.
عشان لو ما حطيتيش جيل التلميع ده الفاكهة لونها طبعا هيغير، بالذات التفاح، وهتدبل، انما الجيلو ده بيحافظ عليها. خلصنا كده الناحية اللي هي الفاكهة، هنعمل بقى ناحية الشوكولاتة. هنرص باقي معانا فراولة، فقلت ان انا احسن حاجة ارصها كده على جناب التورتة، بتدي شكل حلو قوي. بصراحة الفكرة جاتني، قلت احسن من ما احط اي حاجة. زي ما انتم شايفين بجد شكلها جميل. انا بعد ما خلصتها انا بقيت بصراحة مبسوطة منها قوي، مبسوطة من نفسي. يعني لما بعمل حاجة حلوة انا ببقى مبسوطة. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. هعمل بقى في الناحية اللي هي الشوكولاتة جريبات كده بالجناش بتاع الشوكولاتة. الجناش ده قلنا قبل كده 100 جرام شوكولاتة على 50 جرام مية، وتحطيهم على البوتاجاز وتوطي العين خالص وتخليكي واقفة جنبيه، وتحطي معلقتين زيت. بس مش محتاج اي حاجة تاني. في ناس بتعمله بلبن، وفي ناس بتحط له كريم شانتيه. انا زي ما بقول لكم كده انا بعمله كده بس. وبرضو حطينا تحت، حزمنا الناحية الشوكولاتة بمربى الحليب. التورته كل مدى ما شكلها بيبان. حطينا هنا 2 كونو وكاندي توت. بعد ما حطيت دي انا شلتها، حسيت ان ايه، لا في شوكولاته بيضه اللي هي رولانا ديت حطيتها، حاسه انها نطقت برضو الحته الشوكولاته اكتر. ودي شوكولاته مبشوره. وكده تبقى التورته بتاعتنا خلصت، والفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك. وده شكل التورته في الاخر. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا على اللي كلوها. ومع الف سلامه حبايب قلبي.